اليوم ما صورت لكم الدجاج والأسئلة ما وقفت على الإير فراير. الآن حصور لكم أصور لكم إيش مميزاتها وكذا، أعمل لكم ريفيو سريع عنها. طيب الإير فراير اللي الآن عندي من كنود، أخذتها من عبد الواحد، الفرع حق التحلية. فاكرين نفس الفرع اللي كنت أعطي فيه له الكلاسات حقتي مع كنود؟ أخذتها من هناك. الصراحة رائعة رائعة رائعة. الآن استخدمها كم شهر، من جد مرة حلوة. تعتبر أكبر من القلاية اللي كانت عندي أول. حقتي الأولى كانت حقت أديسون، تقريبا كانت إلين هنا. يعني هذه سعتها شوفوا 25 لتر، فتعتبر كده قلاية هوائية، فرن صغير تجنن. طبعا تيجي معاها attachments أكثر من هذه، بس هدول اللي أنا استخدمهم تقريبا يوميا. يعني بكل أمانة أنا ما أفتح الفرن خلاص، أي شيء أبغى أطبخه، أبغى أشويه، أجففه، أخبزه، كله أستخدمه هنا. طيب أبغى أفتحها معاكم. شوفوا أول ما تشغلوها زي كذا، هي إلكترونية، من هنا تغيروا الفانكشن. الحلو فيها إنه تقدروا تتحكموا بالحرارة. يعني أغلب الكونسبت عموما حق الإير فرايرز إن هي تعتبر convection oven أو فرن بمروحة. أوكي، فهذه شوية مختلفة لأنه فيها الأوبشن حق الإير فراي من هنا. يعني أقدر أستخدمها كconvection، أقدر أخلي الحرارة مثلا بس من فوق، أقدر أخلي الحرارة متوزعة. شوفوا هذه روست حقة التحمير، فحقيقي تقدروا أنكم تلعبوا فيها. أنا غالبا أستخدم اير فراي، أو أستخدم مثلا توست أو روست. إذا مثلا فاكرين في رمضان في التصوير حقي كان عندي كل المكرونات، بشاميل، لازانيا، أي حاجة كلها أحمرها هنا. خلاص تخيلوا هذه تكفي الصينية الكبيرة، وبس خلاص أحط روست أو برويل حتى من فوق. خلاص الحرارة تكون فقط متركزة من فوق، ومرة بسيطة. خلاص مثلا أبغاها اير فراي، حأختار اير فراي، ومن هنا حأقعد أغير درجة الحرارة. أنا غالبا إذا أبغى أسخن حاجة أسخنها على 160. يعني قلايتي الهوائية القديمة كنت أسخن على 180، ما شاء الله هذه مرة ساخنة. فلو أبغى أسخن بس أسخن على 160. لما أبغى أطبخ الدجاج عندي أطبخه على 170، وإذا أبغى أحمره على 180، لأنها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مرة قوية. خلاص بعد ما أختار درجة الحرارة أرجع أضغط تاني عشان أختار الوقت، التايمر. مثلا كده عندي 10 دقايق، بس أضغط الزر وحتبدأ تشتغل. الحلو إن الصوت حقها مقبول، ما هو صوتها عالي. واحد من الأشياء اللي فنانة فيها اللي هي هذه، شايفين فيها لمبة من جوا، أقدر أشوف وما تنطفي غير لو ضغطت الزر مرة تانية. طيب الآن حأرجع أطفيها كده، انطفت عندي. لما تتجمع مثلا الفتافيت، خاص في نهاية اليوم تقدر تخرج هذا الطبق اللي من تحت وتنظفوه. أنا صراحة عندي تتنظف بعد كل استخدام، وخلاص آخر اليوم تتنظف كلها كاملة. ومن جد شوفوا شكلها كأنها جديدة. أتوقع أني شرحت تقريبا أغلب الأشياء، بس إذا عندكم أي أسئلة تانية ارسلوا لي هي. أحط لكم دحين صورة الموديل هذا حقي حق الإير فراير عشان تكون عندكم، لأنه من جد فنانة، أنصح فيها.